السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل صينيه بطاطس جنب بواقي الاكل بقى. النهارده هعمل صينيه بطاطس بدون لحوم، من غير اي لحوم. النهارده عندي بطاطس، وعندي هنا طماطم معصوره فيها معلقه صلصه، وعندي بصله وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي وملح وفلفل وفصين توم. بس هي دي اللي في الصينيه. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هنا ضربت البصل مع الفلفل مع التوابل والثوم. هحط عليهم بقى بسم الله القوطة ومعلقة الصلصة، وهقلبهم كده. انا مزودة طبعا شوية مية وانا بضرب القوطة. احط عليهم بقى البطاطس واحطهم بقى على النار من فوق. طبعا انت عايزه تحطي المادة الدهنية بتاعتك، زيت، سمنة، زبدة، اي حاجة انت عايزة تحطيها حطيها. انا بحط زيت، بس النهاردة انا هحط معلقة سمنة بلدي اهي. وادي معلقة السمنة اهي، كنت مسيحاها معاكم دي، بتبقى جميلة برضو على البطاطس بالسمنة كده، تبقى جميلة اهي. وهقلبهم بقى كده، وازودهم حبة مية برضو صغيرين تاني عشان البطاطس تستوي. وبعد كده احطها على النار من فوق تغلي شوية كده، نص سوا، وبعد كده احطها في الفرن. بالهنا والشفا. انا هنا حطيت معلقة سمنة كبيرة بلدي برضو، وحطيت عليها رز. انا هعمل رز حبة وحبة، فاخدت شوية منه هحمرهم، والباقي هغسله واحطه عليه. الرز اهو قرب يتحمر، ما تحمروش قوي يعني، خلي لونه ذهبي. وبعدين احط عليه الرز التاني الابيض ده اللي انا غسلاه. وحمرت الرز هنا اهو، اديله بس سنه كمان. وعندي البطاطسية على النار بتغلي، اديها غلوتين كمان وبعدين احطها في الفرن. ادي الرز عندي اهو، دقيقتين كمان كده عشان يبقى لونه ذهبي وحلو. وبعدين احط عليه بقيه الرز المغسول. ده رز اسمه حبه وحبه، او نص ونص، ده نصه متحمر ونصه ابيض. ادي الرز اهو بسم الله. هديله بقى تقلبتين وهحط عليه الميه بتاعته. انا هحط ميه مغليه من الكتل. هديله تقلبتين كده يشوحوا مع بعضه، واحط له الميه وحط له الملح طبعا. وبعدين لما يتشرب اهدي عليه النار خالص زي اي رز عادي يعني، مفيش فيه اي حاجه. لا انا مش صينيه البطاطس لما طلعت من الفرن واستوت وتهرت خالص كده اهي، مستويه خالص اهي. وهنا الرز اهو كمان برضو خلص ومفلفل وجميل اهو. والاكل ده احنا هنحطه بقى جنب بواقي الاكل، وبالهنا والشفا.